السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. النهاردة قلت اوفر زيت بقى واعمل حاجة يعني ايه في الطعم طعمة ومقبولة والعيال يحبوها، بعيدا بقى عن ان انا اقلي البطاطس بزيت خالص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كنت جبت حوالي كيلو الا ربع بطاطس وقشرته وقطعته صوابع وحطيته على النار من غير اي مادة دهنية لما المية اللي فيه تتصفى كده، المية اللي في البطاطس تنشف. بعدين هنزل عليها بالخضار اللي انا مقطعه طماطمتين كبار، قرنين فلفل، بصلايه كبيره، نص ربطة شبت وكزبرة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم بجد يعني الزيت راح في كارثة. فاحنا بقى بندور على كل حاجة توفر لنا زيت. ودلوقتي عشان مثلا ان انت تعملي البطاطس اي كلام، الولاد مش عايزين ياكلوها الا مقليه. فانا بقى عملت الطريقة دي والله كلوها وقالوا لي ما عدتيش يا ماما تحمري البطاطس. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وعامة دي طريقة امي دايما، يعني كل ما باجي اعملها بفتكر امي وبفتكر ريحة امي. ولو رحت عند امي بقول لها اعملي لي بطاطس من دي لانها بتبقى جميلة جدا جدا جدا. هي عامة اسمها بطاطس مكمورة، وفي ناس بتقول عليها بطاطس بعرقها، يعني حاجات زي كده. امي لها فضل كبير عليا، علمتني كل حاجة حلوة وادتني يعني خبرة كتير عن كل حاجة. وهنا كان معايا التوابل بتاعت النهارده بسيطة جدا، مفيش غير ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود بس. هنزل بيهم على البطاطس بالخضار، وهدق بقى نص راس توم، وبعد ما ادقها هجيبها عشان احطها برضو. كل ده انا ما حطيتش اي مادة دهنية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. والله هتستوى منها فيها، انا مش هحط لها غير معلقة سمنة بلدي بس. هتستوى منها فيها وهتبقى زي الزبدة ويبقى طعمها جميل جدا. اليومين دول على قد ما تقدري يعني يعني ما فيش في مقدرتك ان انت تستهلكي زيت ياما. البتنجان اشويه، او مثلا نعملي سلطة بتنجان. البطاطس برضو اعمليها، اسلقيها، اهرسيها، اشويها. يعني حاولي ان انت توفري في ايام الغلا ده، لان انا نفسي بعمل كده. وهنا كنت عملت النص راس توم اللي انا قلت لكم عليها، قشرتها ودقتها في الهون وجبتها بقى عشان احطها. شوفوا ما شاء الله بقى المية اللي هي سردتها. ولو ما سردتش معاك مية حط لها نص كوباية مية بس، هي 100% بتسرد مية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. النهاردة الفطار بتاعنا كان بسيط جدا، ومستهلكتش حوالي فيه معلقتين زيت للجبنة مش للبطاطس. يعني كان موفر جدا من جميع النواحي، وكان طعم جدا والله العظيم، والعيال اتبسطوا منه جدا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هنا انا يعني كل فتره بكشف على البطاطس، هي ما تاخدش حوالي 10 12 دقيقه على البوتاجاز، واوريها لكم مع كل تقليبه ايه اللي بيتغير فيها او بيزيد فيها او بيقل فيها وزي ما قلت لكم لو البطاطس ما سردتش ميه، هاتي انتوا نص كوبايه ميه، كوبايه ميه. لو عايزاها تستوي بسرعه اصلا حطوا كوبايه ميه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا بقى كان عندي شويه اطباق كده في الحوض، قلت انضف الحوض وانا واقفه بدل ما انا واقفه على الفاضي كده، عشان بقى يعني اطلع من المطبخ وهو نضيف ما فيهوش حاجه وحشه او حاجه وسخه. هنا بقى كنت نضفت الحوض وغسلت المواعين وشطبت اهو. هغسل بقى الحوض ويبقى كده خلاص ما عادش حاجه غير ان انا اجهز الفطار، ان انا ارصه يعني على الصينيه واشقق الطماطم والخيار واعمل الجبنه. ولا اسهل من كده، ولا وقفت كتير ولا اي حاجه. يعني حاجه بسيطه وفي نفس الوقت بسطت ولادي جدا، وجوزي بيحبها جدا والله البطاطس المكموره دي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هنا كنت شطفت الحوض بتاعه اهو كده، يبقى كل حاجة بقت فل، بقت 100 فل و10 على رأي ما بيقولوا يعني.
البطاطس دي بقى انا عملتها والله العظيم، يعني احنا فطرنا منها واتبقى منها في التلاجة، بقى عيالي كل شويه يروحوا يجيبوا منها وياكلوا من غير عيش ومن غير اي حاجه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هي كده كانت قربت بقى على السوق شايفين ما شاء الله. مادام يعني ايه المعلقه قطعت البطاطسيه كده يبقى خلاص قربت على السوا خالص. اروح بقى اجهز الجبنه، اغطيها بقى واروح اجهز الجبنه. مفيش توفير بعد كده طبعا. جبت حته جبنه بقى من الجردل بتاع المش، وجبت طماطمتين وخياره وقرن فلفل وحته جبنه بيضه برضو. احط الجبنه البيضه على الجبنه القديمه واقلبها ببعضها واحط عليها حبه زيت زيتون. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كنت حطيت حبه زيت بقى. هبدا ان انا اقطع الخضار ده على الجبنه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. ولا ابسط من كده ولا اقل من كده ولا تكلفه خالص، يعني حاجات بفلوس رمزيه وقضينا يومنا طول النهار. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا بقى كنت قطعت الخضار كله على الجبنه زي ما انتم شايفين اهو. وكنت برضو قطعت طماطم، شققت طماطم وخيار برضو في طبق تاني اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهنا البطاطس بقى اهو ما شاء الله بقت زي الزبده، يعني تمسكيها في ايدك كده خلاص اتهرست. بس انا بحب اسيبها صوابع كده عشان عيالي ايه لو اتبقى حاجه بيحبوا ياكلوها كده، كل ما يفتحوا التلاجة كده يجيبوا وياكلوا، فما بحبش اهرسها. فلو انت عايزه تهرسيها هرسيها عادي ولا يهمك خالص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين منظرها بقى بقت عامله ازاي، وخدت لون كده حلو وبقى شكلها جميل وريحتها اجمل وطعمها والله العظيم زبده، ولا حطينا لها ولا نقطه زيت. ولو اتمنى لو الفيديو عجبكم اتمنى منكم شير ولايك واستنى منكم